الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استقيموا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. الله أكبر. الله أكبر. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها
أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليه إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى نستغفرك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أجرنا من النار 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 السالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. وحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إلهنا يا ربنا يا معبود سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سبحان الله وبحمده يا كريم دائما أبدا الحمد لله. الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمه. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An Nabi Musa radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innama mathali wa mathalu ma ba'athani Allahu bihi kamathali rajulin ata qauman faqala ya qaumi inni ra'aitul jaysha bi'ainayya wa inni ana an-nadhirul uryanu fannaja'a fa'ata'ahu ta'ifatun min qaumihi fa'adlaju fantalaqu ala mahalihim fanajaw wa kazzabat ta'ifatun minhum fa asbahu makanahum fasabbahahumul jayshu fa ahlakathum wajtahakum fadzalika mathalu man ata'ani fa attaba'a ma ji'tu bihi wa mathalu man 'asani wa kadzdzaba bima ji'tu bihi minal haqqi. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya perumpamaanku dan kebenaran yang Allah utus aku dengannya adalah seperti perumpamaan seseorang yang datang kepada suatu kaum lalu berkata, wahai kaumku, sungguh aku melihat pasukan musuh dengan kedua mataku dan aku adalah pemberi peringatan yang telanjang, maka carilah keselamatan. Lalu sebagian kaum mematuhinya dan mengadakan perjalanan pada malam hari. Mereka pergi dengan pelan-pelan dan selamatlah mereka, sedangkan sebagian yang lain mendustakannya dan tetap tinggal di tempatnya. Lalu pasukan musuh tersebut menyerang mereka di pagi hari dan membinasakan mereka sampai habis. Itulah perumpamaan orang yang mematuhiku serta mengikuti kebenaran yang aku bawa, dan perumpamaan orang yang menentangku dan mendustakan kebenaran yang aku bawa. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya perumpamaanku dan kebenaran yang Allah utus aku dengannya adalah seperti perumpamaan seseorang yang datang kepada satu kaum lalu berkata, wahai kaumku, sungguh aku melihat pasukan musuh dengan kedua mataku dan aku adalah pemberi peringatan yang telanjang, maka carilah keselamatan. Lalu sebagian kaum mematuhinya dan mengadakan perjalanan pada malam hari. Mereka pergi dengan pelan-pelan dan selamatlah mereka, sedangkan sebagian yang lain mendustakannya dan tetap tinggal di tempatnya. Lalu pasukan musuh tersebut menyerang mereka di pagi hari dan membinasakan mereka sampai habis. Itulah perumpamaan orang yang mematuhiku serta mengikuti kebenaran yang aku bawa, dan perumpamaan orang yang menentangku dan mendustakan kebenaran yang aku bawa. Hadis riwayat Bukhari. An Abdillah bin Thabit radhiyallahu qala jaa Umar bin al-Khattab ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inni marartu bi akhin li min Quraidah fakataba li jawami'a min at-Taurah ala a'ridha 'alayka فقال فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الله فقلت له ألا ترى ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عمر رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا فقال فسري عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال والذي نفسي بيده لو أصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه وتركتموني لظللتم إنكم حظي من الأمم وأنا
hazzukum minan nabiyyin. Dari Abdullah bin Sabit radhiyallahu anhu, ia berkata, suatu ketika Umar bin Khattab datang kepada Nabi SAW lalu berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku berpapasan dengan saudaraku dari suku Quraidah. Lalu ia menuliskan sekumpulan ayat Taurat untukku, bolehkah aku perlihatkan kepadamu? Maka berubahlah wajah Nabi SAW. Abdullah bin Sabit radhiyallahu berkata, aku pun berkata kepada Umar, tidaklah engkau lihat raut wajah Rasulullah SAW? Lalu Umar berkata, kami ridha Allah Ta'ala sebagai utusan kami, Islam sebagai agama kami, dan Muhammad SAW sebagai Rasul kami. Maka hilang rasa marah dari diri Nabi SAW. Beliau pun bersabda, demi zat yang jiwa Muhammad ada di dalam kuasanya, kalau saja Musa hadir di tengah-tengah kalian, lalu kalian mengikutinya dan meninggalkan aku, sungguh kalian telah tersesat. Sesungguhnya kalian adalah umat yang menjadi bagianku, sedang aku adalah Nabi yang menjadi bagian kalian. Dari Abdullah bin Sabit radhiyallahu anhu, ia berkata, suatu ketika Umar bin Khattab datang kepada Nabi SAW lalu berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku berpapasan dengan saudaraku dari suku Quraidah. Lalu ia menuliskan sekumpulan ayat Taurat untukku, bolehkah aku perlihatkan kepadamu? Maka berubahlah wajah Nabi SAW. Abdullah bin Sabit radhiyallahu anhu berkata, aku pun berkata kepada Umar, tidaklah engkau lihat raut wajah Rasulullah SAW? Lalu Umar berkata, kami ridha Allah Ta'ala sebagai utusan kami, Islam sebagai agama kami, dan Muhammad SAW adalah sebagai Rasul kami. Maka hilang rasa marah dari diri Nabi SAW. Beliau pun bersabda, demi zat yang jiwa Muhammad ada di dalam kuasanya, kalau saja Musa hadir di tengah-tengah kalian, lalu kalian mengikutinya dan meninggalkan aku, sungguh kalian telah tersesat. Sesungguhnya kalian adalah umat yang menjadi bagianku, sedang aku adalah Nabi yang menjadi bagian kalian. Hadis riwayat Ahmad. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qalu ya Rasulullah, wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Para sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang enggan itu? Beliau bersabda, barang siapa taat kepadaku, ia akan masuk surga, dan barang siapa yang tidak taat kepadaku, berarti ia enggan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang enggan itu? Beliau bersabda, barang siapa taat kepadaku, ia akan masuk surga, dan barang siapa tidak taat kepadaku, berarti ia enggan. Hadis riwayat Bukhari. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sebelum keinginannya mengikuti apa yang aku bawa. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sebelum keinginannya mengikuti apa yang aku bawa. Hadis riwayat Baghawi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita lebih mudah mengamalkan dan menyampaikan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد
اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.